ايه اكبر سلسله مطاعم برجر في العالم الناس كلها تعرفها وبتاكل منها؟ مفيش حاجه تفرقنا من بعض ابدا. الكلام ده كان قبل 7 اكتوبر، بعدها الوضع اتغير خالص. الوضع مش عايز كم بالمره. بعد 7 اكتوبر والحرب على غزه ظهرت دعوات مقاطعه لكتير من المنتجات والكيانات اللي بتدعم دوله الاحتلال. واحده من الدعوات دي كانت لسلسله مطاعم ماكدونالدز، خصوصا بعد ما انتشرت صور وفيديوهات لفرع ماكدونالدز في البلد اللي ما تتسماش وهم بيقدموا وجبات للجنود اللي ما يتسموش. طبعا الصور دي كلها اتحذفت بعد كده. جبارة خدي. هي يعني المقاطعه اللي هتفرق معاهم؟ الكام اوردر بتوعهم كله هيأثروا عليهم. مين. طب ايه رايك ان ماكدونالدز نفسها اعترفت بانخفاض مبيعاتها عن الارقام المتوقعه في الربع الاخير من 2023 بسبب دعوات المقاطعه؟ الرئيس التنفيذي للشركه كريس يلا يا عم الحاج، انا اصيل لبخه في الكلام. الرئيس التنفيذي للشركه قال ان انخفاض المبيعات سببه دعوات المقاطعه والمعلومات المغلوطه المنتشره عن الشركه من وقت بدايه الحرب. حسب الجارديان البريطانيه فشركه ماكدونالدز فشلت في تحقيق مبيعاتها المتوقعه لاول مره من 4 سنين. كمان بعد الاعلان على الارقام دي فقيمه اسهم الشركه انخفضت بنسبه 4%. فيعني كل حاجه بتفرق ويوضع صيره في اضعف خلقه.